السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهاردة ان شاء الله هعمل لكم مشروب بينزل كل السوائل اللي موجودة في الجسم، المية الزايدة اللي موجودة في جسمنا واللي هي بتسبب زيادة الوزن. بس المشروب ده اللي انا هعمله هو بينزل المية الزيادة اللي في الجسم، لكن مش بينزل دهون الجسم. انا هقول لكم الاول على الطريقة، واثناء ما انا بقول لكم هقول لكم فوائد الوصفة دي ايه. انا هستخدم هنا نوعين من البذور. اول حاجة دي بذور الكرفس، ومعايا بذور البقدونس. البذور دي انا بجيبها من عند العطار. الكمية دي كل الكمية فيهم ب10 جنيه بس، يعني دول بس ب10 جنيه. هو المفروض ان انا بستخدم من كل نوع نص معلقة، فانا طبعا بوفر على نفس الوقت والمجهود، فبجيب برطمان وبفضي فيه الاتنين مع بعض. طبعا انا بشتري نفس الكمية، يعني لو جبت ب10 جنيه بذور الكرفس بجيب ب10 جنيه بذور البقدونس، وبفضيهم في برطمان وبقلبهم مع بعض وباخد منهم معلقة كبيرة. طبعا بذور الكرفس معروفة جدا ان هي بتنزل مدرة للبول، ومدرة بالدال مش بالضاد للبول، وبتنزل المية الزيادة في الجسم. كمان بتعمل على مقاومة الانسولين، بتعالج مقاومة الانسولين. مفيدة جدا. انا بص هنا حطيت معلقة صغيرة كاملة في كوباية. طبعا بذور البقدونس فيها فيتامين سي وفيتامين د وفيتامين اي. انا هنا بغلي مية وبحط المية المغلية على بذور الكرفس وبذور البقدونس وبغطيها لمدة 5 دقايق. لازم يا جماعة اي مشروبات بنستخدم فيها الاعشاب او البذور لازم نغطيها، لان بيبقى فيها زيوت طيارة. لو سبناها كده هو من غير ما تتغطى الزيوت دي بتتبخر، ومش بنستفاد بالقيمة الغذائية بتاعة المشروب اللي احنا بنعمله. بعد كده بسيبها لمدة 5 دقايق وبشربها. هو طعمها مش احسن حاجة طبعا، انا مش بحط سكر ولا عسل ولا اي حاجة خالص، بشربها زي ما هي. مجرد ما بتدفى او لما بقدر استحمل درجة حرارتها بشربها على طول مرة واحدة. هو طعمها يعني الى حد ما مقبول، بس بصراحة انا بستمر عليها. انا بشربها كل يوم على الريق. بصراحة بتخلي كده بتحسي نفسك ان انتي خفيفة وحلوة كده. بتنزل المية السوائل الزايدة في الجسم. بس هي طبعا مش بتنزل الدهون بتاعة الجسم. في معلومة برضو مهمة جدا، اللي عنده الضغط واطي بلاش يعمل الوصفة دي، لان هي بتوطي الضغط، فخدوا بالكم من النقطة دي كويس. بصراحة أنا جربتها لمدة 2 شهر متواصلين، كل يوم كنت بعمل كوباية والحمد لله النتيجة كانت جميلة جدا. بتمنى ان انا اكون وصلت لكم معلومة مفيدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على اشعار الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله. شكرا لدعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.